ما تيجي عدونا تحلق شعرك تخف الهموم من على دماغك. ممكن على الاجره انا معايا سجارتين زياده. في خلاف قديم ليه علاقه بين اوكرانيا وروسيا، ده موضوع ما يهمكش. شوف انا بقول لك ايه، ما يهمك، انما يهمك امتى؟ قول يا ما تتكسفش. مصر من اكبر المستوردين للقمح في العالم، حط الحقيقه دي على جنب. سوري I am forget it. أنا فعلا نسيت موضوع فقدان الذاكرة ده. اغلب القمح اللي احنا بنستورده من اوكرانيا. انت متاكد من الكلام ده؟ ده ذوق. عيب عليك يا معلم، ده انا ذوق. التقارير بتتكلم في ايه، وده شيء انا انبسطت له النهارده، ان مصر عندها من المخزون للقمح 6 أشهر. بعطيه ماشي. حتى صباح اليوم وصلت جمهورية مصر العربية لاستلام 3,320,000 طن قمح. يعني لو حصل حرب في أوكرانيا أنت ما تتأثرش، أنت عندك مخزون للعيش للقمح بتاعك. احنا فجوتنا القمحية قد إيه؟ احنا بنستورد قد إيه؟ أولاً احنا الاستهلاك بالنسبة للقمح المحلي بتاعنا على مدار العام 9,600,000 طن. يورد 3.5 مليون طن أقماح محلية، وما يزيد عن 6 مليون يتم استيرادهم من الخارج. أحيه يا أبو سوسو أحيه. ده تأثير سلبي، إن أنت ممكن يتم تهديد القمح بتاعك اللي أنت عايزه، ولكن أنت عندك لأنه البلد ديت صرفت فلوس على غلال قمح وغلال حبوب بحيث إنك تقدر تخزن وما يحصلكش أي حاجة. يعني أنت 6 شهور لقدام عندك العيش بتاعك. جرايه يا سيد، انا لا اهتم بمثل هذا الروتين ولا هذه الشكليات. الاكتفاء الذاتي من القمح أنا ما أعتقدش إن هو ممكن. خد يا دكتور. ده ممكن يا معلم، خيرك سهل. تشكر، طريق سلام انت. يعني هم كانوا بيضحكوا على الناس. يعني مبدئيا فكره الاكتفاء الذاتي دي كانت خرافه، هم كانوا بيروجوا خرافة وما تنفعش فنيا. جرايه وليه انت عبال ايه؟ اقدر اعمل اكتفاء ذاتي للقمح في مصر؟ نعم نعم نعم، وهات لي اعظم خبراء في مصر واعظم وزراء زراعه اللي يقول لا احط صبعي في عينه وعين اللي جابوه. الله اكبر عليك. احنا عندنا مساحة أرض معينة وعندنا كمية مية محددة. يا باشا ما ده اللي عمالين نرغي فيه وحضرتك لا مؤاخذة متريها. يعني في القمح احنا مش هنعرف نوصل لل 100%، لا لكن لو وصلنا ل 65 تبقى ممتازة. يبقى ممتاز. أي حد عنده اقتراح بناء يقوله وإلا هحطكم كلكم في الحبس. مصر الأرض التي استؤنس فيها القمح لأول مرة، والبلاد التي حملت لقب سلة غلال الإمبراطورية الرومانية، تجد نفسها اليوم أكبر مستورد دولي لهذه السلعة الاستراتيجية. معلش انا هجيبها لك بطريقه بنت بلدك ده. الحاجة اللي بتحصل بره ما تقولي وانا مالي، وانا يعني الموضوع ده يأثر عليا في ايه، وانا الموضوع ده ممكن لا ممكن. كوب الشاي المحلى مع رغيف من الخبز لم يكن يكلف المصري شيئا يذكر، لكن المعادلة تلك آخذة في التغير. استغفر الله العظيم يا رب. فشأنه كشأن كثير من أقرانه العرب، يدفعون ثمن اعتماد بلدانهم على الاستيراد وعلى ما يوفره لهم الغير من أوليات الغذاء. الواحد مدرجل ودماغه مقلوبة، وواحد يعني دماغه كده وكتف. لازم ننتج غذائنا، لازم ننتج دواءنا، لازم ننتج سلاحنا. 5